صباح الخير، اهلا وسهلا. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. وكيف العاده البنات قلت لكم صباح الخير حيت كندير لكم المونتاج مع الصباح، والسلام على الناس اللي غادي تشوف الفيديو في العشيه. المهم غنبدا معكم هذا الفيديو هذا المتنوع فيه بزاف ديال الحويجات، غير بقاو معايا البنات حتى الاخر، وما تنساونيش البنات من اللايكات ومن البارطاج، واللي باقا ما اشتركاش دير لي اشتراك وتفعل الجرس فضلا وليس امرا ليصلكم الجديد. ونبداو كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واليوم ان شاء الله البنات غيكون واحد الفيديو اللي هو متنوع وزوين فيه بزاف ديال الحويجات. صافي، اول حاجه هنايا خرجت البنات بكري، تساريت في حي الحسني ومشيت هزيت اختي من الوازيز. صافي هي غادي كتقدى شي حويجات ليها، غادي تاخذ غير دوك الاساسيات او الضروريات. قالت لي غنمشيو هنايا الكارفور حداهم تمايا في الوازيز. دخلنا هنا ضربنا واحد الدويره اللي هي زوينه في هذا الكارفور هذا، فيه كل شيء ما شاء الله مزيون. صافي دخلنا ضربنا فيه دويره زوينه. قلت لها اريا جيت غادي ناخذ هنايا اللي خاصني. انا بحقيقه مشينا تقدينا بالسبت حيت طريقتها في العشيه في السبت كيخرجوا مع الجوج. قلت صافي غادي ناخذ داكشي من هنايا وغادي نمشي باش لحد ما غاديش نتقدى. ولكن البنات داكشي غالي، هو داكشي السلعه زوينه ونقيه ما شاء الله، ولكن شويه زايده في الثمن. المهم خديت غير شي حويجات اللي خاصيني حتى الغدا الحد، عاد هبطت للسوق وكملت التقضيه ديالي. خديت البورو عندهم معطيشه زوينه البنات، هنا 6 دراهم. راه الحامض البنات، الحامض عندهم فنو جديد 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 جديد، حمقني. ندمت لي ما خدتش منه شي 4 كيلو نديرو معاه في المجمد، نقدر نهبط ثاني للوازيز ونزيد منه. صافي خديت هنايا شي 2 كيلو شي حاجه. المهم داكشي اللي عزلناه حققناه داير 6 دراهم، ولكن البنات راه فن ما فيش حتى شي خبشه. صافي جينا نشوفوا هنايا السلاوي، قلت 6 دراهم وحنا نبقاو نقراو. قلت لها بلاتي نقراو مزيان لقينا واقيلا داير 16 درهم. هو هنايا راه كاتبين لي قرعه ديال السلاوي. خديت غير 3 سلاويات البنات غادي ندير بهم غديوه خفه نزربن. صافي هاد الفيديوهات هادو حتى الفيديو الجاي غندير معكم السلاوي، ولكن السلاوي غندير معكم الطريقه ديالي كيفاش غنطيبو. هذا اللي غادي نشارك معكم كيفاش غنحط القضيه كيفاش نصبت وصافي. خديت غير 3 سلاويات البنات، كتعزل فيه من ورا كله فتي وزوين في الحقيقه. دقال هو داير 16 درهم و50 فرنك، وهنايا القرعه دايره 15 درهم و50 فرنك. القرعه هي زوينه غادي ناخذ منها غير شي حبات. صافي خديت السلاوي والحبات ديال السلاوي وحبات ديال القرعه، شويه ديال البورو والحامض، هادشي اللي خديت انا من هنا. وهي خدات دوك الاساسيات اللي خاصينها. ولكن هاد كارفور زوينه البنات، عجبني. كنهبط لهذا ديال الحي الحسن ديال عفوا انا تلفني حي الحساني ديال ليساس فهنايا في الهبطه ديال الزوبير، ولكن هذا فن كبير وفيه داكشي زوين البنات. والاسمنه ماشي في الاساسيات راه كاع الاسمنه بحال بحال، غير في الخضروات والفواكه وداكشي، ولكن راه حاجه جديده وزوينه. هنا خدات الزبده البنات، قالت لي بغيت الزبده، لقات هنايا ديال الكيلو. تا تميت غاديه وانا رجعت قلت لها لا بلاتي نشارك مع المشاهدين الثمن ديالها. بانت لي نقصات، كانت هي كدا و80 درهم، انا بحيت كنجيب ديال 2 كيلو هي خدات غير كيلو. وانا رجع هنايا صورت الثمن لقيت 78 درهم. قالت لي راه نقصوا منها شويه، كانت هي كدا و80 درهم للكيلو. صافي بحيت كنجيب انا 2 كيلو 2 ونص. خدات هنايا الدقيق امغاليطا ولا امغالا. المهم هاد النوع هذا ديال الدقيق دائما تنخدم به انايا، حتى هي كتخدم به. هنا البنات ملي مشيت تساريت في الحي الحسني وقضيت شي شغالات وجبت شي حويجات، دزت حدا مالي للبال. واحد السيد تيجيب هاد الشيء هذا، التويشيات هادو ديال برا. صافي لقيت العيال بحال لقيت اليوتيوبرزات بزاف، قناتك المهم انا ما دويت ما والو، عزلت. لقيت هاد الهويديره هادي غادي نشارك معكم البنات. خديت الثوب وغادي نفصلوا ان شاء الله الناموسيه هو بخيدات وبديكورات زوينين، وغادي نشارك معكم كيفاش غتجي هاد الهويديره هادي. خديتها ب 100 درهم، ولكن راه ماركه البنات وزوينه. انا غنصبنها وغنشارك نكمل معكم الشكل ديالها كيفاش داير. هنا غنشارك معكم التقضيه اللي جبت. اختي دات التقضيه ديالها وصلتها حطيتها حتى باب الدار، حطيت
حطيتها نزلت التقضيه ديالها، قالت اليوم غاداش تصوريها؟ قلت لها لا راه علاش راه غادي نقول المتتبعات ديالي لا راه اختي دات التقضيه ديالها. صافي وهذا هو الحامض اللي جبت انايا. صافي غنكمل التقضيه البنات من السوق. حتى السوق عندنا فيه الخضره فتيه وزوينه ولكن ثمن مناسب على قدنا. هنايا جبت هذوك الحبات ديال القرعه فنيونين غنديرهم مع جلبانه، راه غنجيب جلبانه غدا السوق ان شاء الله. وجبت 3 الحبات ديال البصله، عندي شويه ديال عودي بالله من الشيطان الرجيم عفوا البنات. جبت 3 الحبات ديال السلاوي غادي ندير بهم غديوه ملي تكون عندي الشقه بزاف ولا هز هادي وحط هادي، راكم عارفين مع السفر وداكشي ما كنسجلش معكم بزاف، عا كنخطف وصافي. صافي ودوك الحبات ديال البورو. وجبت الفرامبوازه البنات، جبت هنايا 2 باكيات دايرين 12 درهم. وهنايا راه الغاد لين البنات صبانت هاد الهويضيره هادي في الليل ونشرتها دغيا كتنشف، وداك القطن ديالها البنات فن داك الفورير ديالها وحتى الداخل ديالها زوين شفتوه. ان شاء الله حتى غادي نخيط دوك الملايات اللي غادي يكونوا بلاستيك وبالمخيطات ديالو. ونكمل معكم هنايا كيفاش غيجيو في الديكور. انا راه عندي هادو في البيض شاريهم من مرجان. المهم كل مره كديري حاجه معها، كل الوين تيمشي مع الوين وصافي. هنا خديت غير مخده البنات وكنرجع دائما تنقلب على بحال هاد المخده وما لقيتهاش، بالحق برومو خديتها ب100 درهم. كل مره كنبقى ندور في مرجان بغيت باش نكمل جوجات باش يجيوني في الحطه فوق الناموسيه. شوف الفورير ديال البنات شحال فن. صافي المهم خليتها الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وغادي نشارك معكم ملي غادي نمشي نجيب الثوب ونخيط. هادو هما الحيمات ديال الملاج اللي عندي، غندير بهم ديك المريقه ديال السلاوي. والحامض راه غادي نشاركو معكم هنايا الغد لين هذا البنات. غنشارك معكم الحامض كيفاش غادي نرقدو. صافي نصبت المريقه حدايا خفه نزربل الحاجه اللي ما غاديش تشد ليا. هنا راه باط للسوق بالحد مع الصباح حيت تقدينا في العشيه والحد الصباح. نزلت كملت التقضيه البنات من السوق، جبت شويه القرعه باش غندير كسكسو، النعناع دائما كيف العاده. جبت العبدي، تيعجبني العبدي، تيعجبني في الليو، كتعجبني المعطرشه، النعناع الصوفي كل مره. وشنو شو البروكولي تبارك الله الصلاه على النبي شحال فن بثمن وقيله 12 درهم. وخضر على مزيناتو هنايا في السوق حدانا خيزو ولفت. جبت غير شويه ما غاديش نكثر كسكسو، حتى هو غادي نشاركو معكم الغد لين فاش غادي نصب الكسكسو. ولفت فتيه البنات على مزيناتو 5 دراهم 4 دراهم في السوق فن. القرعه حمراء دايره 12 درهم، جبت نص كيلو ب6 دراهم. وحمراء البنات باقا جديده يلاه حلها ما شاء الله. وجبت محبوب الجماهير. المهم انا اللي عزيز عليا تنقول لي محبوب الجماهير، كنموت على شي حاجه سميتها القوق، واخا عين نسلقو ناكلو كنحماق عليه. وجلبانه تبارك الله الصلاه على النبي، واخا ماشي ديك السربات الخضراء والزوينه حتى هي زوينه وحلوه وعامره البنات، حتى هي دايره 6 دراهم. واللوبيا خضراء حتى هي دايره 6 دراهم البنات فنه. هذه هي التقضيه اللي جبت اليوم من السوق. قلت زعما لقيت في كارفور داكشي مناسب غنتقدى، ولكن داكشي غالي بزاف. قرعه خضراء كورجيت غادي ندير منها شويه الصوبه وشويه في الكسكسو. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. بارك علينا تيقول لك لبس قدك يواتيك، هذا هو المثال اللي تيقولوا المغاربه. صافي البنات هنا حطيت السلاوي وكملت معكم التصوير ديال الخضره وطيبت الغدا وجمعت الدار وكملت. ما صورتش معكم الكمال البنات، وغادي نشارك معكم الغد لين اشنو غادي ندير. غادي نصب الكسكسو. كنتمنى نقاد الامور ديالي ولين نصور معكم النهار ديالي كامل من الصباح حتى العشيه ان شاء الله الا بغى الله. صافي تشهيت الكسكسو هنايا. عيطت لختي قلت لها اجي كولي معايا الكسكسو، قالت لي اليوم راه الاثنين ماشي الجمعه. قلت لها الكسكسو مالو كنديروه غير الجمعه. صافي تشهيت شويه الكسكسو درتو هنايا البنات غير بالدجاج كروازي، تيعجبني حتى هو كيجي فن في الكسكسو البنات. نصبت الكسكسو حدايا يطيب وقطعت الخضره وغسلتها قاديتها، وعاد غادي نمشي
نرقد الحامض، غسلته مزيان البنات بالشيته من دوك التقيبات. شو الخضره ما شاء الله باقا فتيه وفنه. حطيت الكسكسو قاديت كلشي عاد باش نمشي نخدم ما نبقاش مبرزطه. خديت الحامض اللي عندي ما شاء الله راه كميه كبيره، فركته مزيان بواحد الشيته مزيان باش دوك التقوبه اللي فيه ما يبقاش فيهم التراب. هاد الحامض البنات راه عندي من العام اللي فات، وباقا عندي قرعه كبيره هي غنشاركها معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. غنحط حدا هاد الحامض اللي رقد دابا، غادي نخويها في قرعه صغيره باش غادي نخدم بهاد القرعه. الزاج هو اللي كيخلي المخللات كتبقى زوينه البنات. هنا عندي الملحه، عندي هذه ديال المرجان كنطيب بها، وعندي هذه ديال البحر، ولكن انا غنرقد بديال البحر تيجي بها الحامض مصير فن البنات. غنحل باكيه، غادي نخدم غير باكيه ديك 2 كيلو وشويه غير باكيه حيت فيه الماء البنات. في هاد الاثناء هذه مع الصباح ملي فطرت خديت مقراج ديال الماء درتو كيطيب وطفيت عليه البوطه وخليته تيبرد هو باش غادي نرقد هاد الحامض. صافي داكشي كاع ملي كان في هذيك القرعه خويته تمايا غنبقى نطيب به. غندير ترقاد عادي البنات، ولكن راه تيجي معسل وتيجي غزال ما شاء الله. غنقطع الحامضه بهذه الطريقه ونقطعها من الجهه الاخرى بالعكس ديالها. البنات انا غندير معكم هذه الطريقه هذه، وإلا بغيتوا الطرق كامله راه انا الطريقات بزاف اللي دايره ديال الحامض مصير اشكال والوان غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها في الحامض مصير راه غنحطها لكم في صندوق الوصف، راه عندي في الفيديوهات في القناه. غير باش ما تعذبوش اللي بغات شي طريقه واحده اخرى ما تجيش وحده تقول يلا انا كنرقدو هكا. راه الطرق بزاف، كيقول لك كل الطرق تؤدي الى روما. كاين هذا ديال الماء، كاين اللي كديري فيه غير الملح حتى هو كيجي زوين، حتى هو راه غنحطو لكم في صندوق الوصف. كاين داك ديال الكونجيلاتور اللي كديري في المجمد وكيجي بحال ديال المحلات ديال الزنقه. المهم انا كاع الفيديوهات ديال الحامض اللي عندي غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. استمريت بهذا الشكل هذا البنات وكنستف في القرعه وكنحاول نقاد الحامض ما يبقاش داك اتساع بيناتهم. ما شاء الله الحامض غليظ، كنحط وحده ما كنلقاش فين كنحط الثانيه عا كندفع. صافي كملت الكميه اللي عندي ديال الحامض كامله هنايا البنات باش ما يجيش الفيديو طويل. وهاد القرعه هذه وعطاني قرعه واحده اخرى، وباقي ان شاء الله ملي لقيت الحامض البلدي حتى هو غادي نشاركو معكم ان شاء الله. ضروري كندير شويه من هذا وشويه من هذا، كيديو ليا العام كامل البنات. ما فيهش الصودا ما فيهش مواد كيماويه، وتيبقى الحاجه ديال الدار كتكون صحيه وزوينه. البنات راه كتبان لكم الملحه كبيره، راه هذيك الباكيه اللي كبيت ديال درهم هي اللي درتها. القراعي راه كبار ما شاء الله والماء غيكون كثير، مع الملحه بقات الفوق كتبان كثيره، ولكن راه لا غتجي هي هذيك. صافي غنكب غير شويه الماء حتى تهبط ديك الملحه وغنكمل الباكيه. قديت الملحه في القراعي صافي مسحت جنيباتي باش نخدم وانا الدنيا نقيه. خديت الماء اللي غليت وخليته حتى برد، غادي ناخذ القرعه ما غنكبش من القرعه مباشره غتفزق ليا كاع الدنيا. خديت هذا الكاس هذا صغير وعنده داك البليصه منين كتكبي جاني ساهل البنات. صافي وتمشي الخدمه هكايا منظمه. كملت الباكيه ديالي ديال الملحه حيت راه القراعي عامرين مره تقريبا شي 2 لتر اللي هز ليا ديال الماء، داكشي علاش درت باكيه ديال الملحه. وعمرت عليهم بالماء مزيان حتى الفوق. انا البنات ما غاديش ناكل منه ورا تقريبا غير ديك الشهر تلقايه وجد وبدا يتعسل، ولكن انا صافي غادي نسد عليه وغنخليه حتى رمضان ان شاء الله عاد نجبدو نبدا نطيب به. وملي تيقرب يكمل العام البنات راه تيولي معسل ما شاء الله. انا هنا غير ضفت ليه هاد الورقه ديال سيدنا موسى، ولكن البنات الورقه ديال سيدنا موسى بلديه، كل قرعه درت فيها ورقه وغطيته بالزيت. الزيت كيحافظ عليه ما تيخليه لا يخضر لا والو. وغنسد عليه بالسلوفان باش ما يبقاش يدخل النسمه ديال البرد. كندخلو كينفعني داك البلاكار البنات اللي في البيت الصغير هو كحلو من الداخل كحل، كينفعني في زيت العود، كينفعني في الحامض، كينفعني في المخللات، اي حاجه ما كتبغيش الضو كندخلها ليه. صافي وسديت مزيان وغادي نقي. هاد القرعه الكبيره البنات خديتهم من سوق دمينه ب10 دراهم، ندمت لي ما خديتش منهم بزاف. كاين فيه واحد النقيطات في دوك الغطاوات ديال فيه واحد شويه ديال الصدى، ولكن اللي كثرتي البلاستيك غذائي راه ما كتوصل حتى شي حاجه. انا هنا غادي نضوب البلاستيك غذائي.
شوفوا البنات. ولكن راه عرفتي المخللات فني ندمت لي ما خدت منهم بزاف. شتي راه فيه معير شويه من الداخل. سديتها مزيان وغنحيد هذاك البلاستيك تاعي وغادي نحط القراعي ديالنا باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وانا غادي نصور لكم، غادي نحطهم هما وغنحط ديك القرعه اللي باقا عندي كبيره البنات وغادي نصورهم لكم. باقا عندي قرعه غنبقى ناكل منها حتى يطيب هذا على خاطره. هذا هو الشكل النهائي ديال الحامض. كنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، ولكن هاد الطريقه البنات راه عرفتي كيولي معسل ما تحقروهاش، راه فنه. حتى داك اللي كندير فيه الملح حتى هو كيجي زوين، ولكن هذا راه تيعجبني انا، كيحمقني. صافي البنات، من بعد ما تغديت وجمعت الروينه وانا نخرج هنايا غادي نشارك معكم زيت الزيتون والزيتون. مشيت للمعارف البنات هنايا حدا الساتيه، قالوا لي لا راه كاينين هنايا فين كاينين التوصيلات. هذا المكان هذا حاطين دايرينو غير ديال التوصيلات. جيت لهنايا صافي دخلت عندهم، راه مقابل معاهم البنات هذاك في القنيته وهذاك عاد تزيدي واحد شويه حداه في الفاصل اخر. صافي هنا دخلت عندهم لداخل السميه والكنيه. صافي خديت السلعه ديالي اللي جاتني، هاد الزيتون البنات وهاد الزيت ديال بني ملال. دائما حنا كناخذوا الزيت ولا الزيتون ديال بني ملال. خمرات خويا هو اللي جابوا ليا. انا غنشارك معكم، راه ما شاء الله راه دائما تجيب من عنده الزيت، ولا كان كيجيبوا لينا خويا كان كيطحن ولا راجل خصي. المهم الزيت غزاله ما شاء الله. صافي هنايا جبت البيدوات حليتهم، جبت 10 يطرو البنات. العام اللي فات ماشي العام اللي فات، العام اللي فات ما طحنتش، اللي قبل منه طحنت. هو اللي تلفت خمرات خويا، يعني راه طحن الزيت كيطحنوا على يديهم. صافي طحن الزيت وجبت من عنده 30 يطرو، ولكن راه بقى عندي العام اللي فات ما شريتش الزيت جديده. صافي بقيت عا كنطيب به، يعني قلت غنجيبها 10 يطرو باش يبقى كل عام نجيب الزيت جديده. وهنايا جبت الزيتون البنات، راه كان عليا نجيب الزيتون في شهر 10 شهر 11، كان الزيتون زوين وكبير وفن. وهو كان مريض باش غادي يمشي يقلب ليا على الزيتون، قال لي راه داك الشيء اللي لقيت وهذا صيفطته لك 9 كيلو فن البنات. الزيتون جبتو ب 23 درهم والزيت حسبوا لي 110 دراهم، ولكن الزيت راه فن البنات. كبيت كامل الزيتون اللي جبت كبيته في هذا البانيو هذا، وحطيت حدايا 3 البانيوات. غادي نبقى نعزلوها البنات مع رقيق عذابني، ولكن واخا رقيق راه زوين البنات، ماشي رقيق بزاف. ها هو الزيتون. عرفتوا البنات كانت اختي ساكنه في فم الجمعه، وكنت كنهبط للشجر ديال الزيتون وكنبقى نسوس. عرفتي الزيتون قداش قد الكاس ما شاء الله. عرفتي شحال كنا كندخلو، ما نقولش لكم كنا كنبقاو نرقدوا، ولكن راه كان الزيتون كبير ما شاء الله وكان الماء موجود. الحمد لله على كل حال. صافي هنايا البنات عزلته، درت الموين بوحدو، درت الصغيور بوحدو، درت داك اللي فيه اللوان بوحدو. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله. وغسلته مزيان وعمرته هنا في البيدوات، وواحد درته في السطل. وهذاك البنات اللي تيكون مضروب ماشي مضروب، تيكون مع الصندوق تيتقاس، حتى هو ما رميتوش، حتى هو درته في هذه البواطه هذه. الطريقه البنات ديال الترقاد ديالي انا كندير ليه غير الماء. واخا انا نكمل لكم هنايا هاد السطل هذا البنات غدا غادي نبدلو نديرو في البيدوات، بحيث غنسد عليه البيدو كيحافظ عليه، ما كيخليش البرد يدخل ليه، ولا تخليه البرد كيولي كحل. الطريقه ديال الترقاد البنات ديالي ما كندير ليه حتى حاجه. دابا كنعمرو بالماء وكنبقى نبدل ليه الماء حتى كيحلى، وعاد كنرقدو باش ما بغيتو بالهريسه، بغيتو بالملحه باش ما عجب. المهم اللي غادي يطيب وغادي نبغي نرقدو غنشاركو معكم ان شاء الله. هذا الزيتون الجديد، وهذاك الزيتون ديال العام الاول. هنا البنات ملي رقد الزيتون كامل بحال هكا غنبقى هذا البيدو بوحدو اللي غنبقى نبدل ليه الماء حتى يطيب، وغادي نشرملو نبدا ناكل منه. عاد نجبد البيدو الثاني ونبقى نبدل ليه الماء باش كيبقى الزيتون كيدير ليه واحد المده طويله، وتيبقى محافظ على اللون ديالو المذاق، وتيبقى زوين ما تيهرم والو البنات، تيبقى قاصح وفن. انا غادي نشاركو معكم كامل فين ما رقد شي بيدو ان شاء الله غادي نشاركو معكم. هذوك الزيتون اللي كاين غنطلعو حتى هو لواحد السده، وهذا البيدو غنبقى كل صباح ان شاء الله نبدل ليه الماء. هنا راه بدلت ليه النهار الاول
وغنخليه تاني حتى الغد الليل، غنعاود نبدل ليه الماء ان شاء الله ملي غادي نعمر الزيتون اللي كاين في السطل. صافي سديت عليه هنايا. هنا البنات غنحل معكم بيدو باش تشوفوا الزيت اللي جبنا جديده. صافي هي باقا بلومبالاج ديالها. الزيت غلات البنات، كان خويا تبارك الله كان كيطحن منه بزاف، كان كيطحن على 60%. الحمد لله. هذا هو الزيت خضر البنات، والريحه ديالو يا سلام فنه. 10 يطرو ان شاء الله، والعام الجاي تاني حل الله نموتو ولا نعيشو الله اعلم. هنايا الغد نهار الثالث خديت هاد الزيتون هذا اللي في السطل، الا خليته هنا في السطل وخا درت ليه البلاستيك غذائي، السطل تيبقى يدخل ليه البرد. ضروري البيدو كيبقى محافظ عليه البنات، وكيبقى في اللون ديالو متيهرم حتى شي حاجه. غادي نعمرو هنايا في هاد الجبيدوات، ها هو جا على هاد الشكل. وغنجمع البيدوات بثلاثه نديرهم في السده، وبيدو واحد غنبقى نبدل ليه. ها هو هذا تبديلات النهار الثاني هذا البنات، كيتنفخ داك البيدو. صافي غادي نحلو هنايا، غنبدل ليه الماء ملي كيطيب البنات. كنبقى كل نهار كنبدل ليه الماء. انا غادي نهرسو غير بالحجره، وندير ليه الملحه والحامض حتى يتخلل مزيان. ديك الساعه صافي تنبغي اللي بغيت نطيب به كنطيب به، بغيت ندير بالشرموله كتشرملي نتي والشكل اللي بغيتي. كديري الهريسه، كديري القزبر، معدنوس، الثومه، زيت الزيتون، اللي بغيتي للفطور. بغيت تاكليه غير هكاك مسلال مع اتاي تا هو كتاكليه. المهم انتما معايا ملي غادي يطيب ليا الزيتون غادي نشارك معكم الطريقه اللي غندير بها. هكا البنات كيبقى محافظ على ما تيهراش داك اللي كتشقيه وعاد كتديري ليه الماء وكتبقاي تبدلي، كيدخل ليه الماء لداخل وكيهرى. هاد الطريقه هذه كيبقى بها الزيتون زوين. دائما هذا هو كل عام تنديروه بنفس الطريقه، لا انا لا خواتاتي لا عائله مرات خويا لا كل شيء من خريب ديال بني ملال الفم الجمعه ازلال. هذه هي الطريقه كلها باش كيخدموها الاكثريه. صافي هنا غنعمر البيدو بالماء، وغادي نقول لكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي تكون زوينه ان شاء الله. انا راهي صبقت لكم هذا الفيديو هذا ديال الزيتون، حيت لبقى حتى الشهر واحد ما يبقى عنده حتى شي حاجه. انا الله جبتو حتى جيت من العمره عاد جابوه لي البنات، غير جبتو قاديتو صورتو لحتو لكم هو الاول. صافي هنا غنختم معكم الفيديو، غنقول لكم تسناوني في الفيديو المقبل ان شاء الله.